لو سمحتي انا عندي سؤال بس طويل شويه، ممكن معلش يعني من غير اتفضلي. مضايقه تستحملوني شويه. اتفضلي والشيخ معاكي يا حبيبتي، اتفضلي سؤالك. استعيني بالله كده وتوكلي على الله. ونعم بالله. هو حضرتك انا متجوزه بقالي 20 سنه، ماشي؟ تمام. فجوزي عنده دلوقتي 40 سنه. المهم هو دلوقتي حصل معاه، يعني حصل فيه موقف، حصل ان هو جه حكالي ان في واحده يعني اغرته كده، هو شغال على العربيه، ففي واحده اغرته مش عارف ايه والكلام ده كله، وهاخدك معاه والكلام ده كله. المهم هو على كلامه يعني ليا رفض. وانا لما جه بيحكي لي انا قلت له حرام، واحنا عندنا بنت وعندنا اولاد وما ينفعش والكلام ده كله. وكل يوم انا بقى في خلال الفتره اللي هو قال لي فيها دي انا كل يوم قلقانه وحاسه بشك وحاسه بحاجات كتير. طب هو راح قال لك الكلام ده ليه يعني؟ ما اعرفش، هو بدأ الكلام ان هو كل يوم بقى يتصل بيا وبحبك وحشتيني ومش عارف ايه الكلام، عكس طبيعته. احنا بقالنا 20 سنه متجوزين، يعني الكلام ده اصلا يعتبر انقرض معانا، ما بقاش يتقال. بيسمع حسين الجسم كتير. فانا المهم بقول له وانت متغير ليه اليومين دول وكده، انا حاسه ان في حاجه، يعني انت مش طبيعي. فراح حكي لي اللي حصل معاه وانا رفضت والكلام ده كله، وقلت ايه بيتي اولى والكلام ده. فالمهم انا فضلت بصراحه لا يعني دعبس في تليفونه والكلام ده كله، وفضلت شاكه لمده حوالي 15 20 يوم. كل يوم اتصل بيه كتير واقعد ابعت له رسائل واقول له ابعد عن اي حاجه غلط، ابعد عن حرام، قرب من ربنا، مش عارف ايه الكلام ده. هيكرهك انت كده. لا بقى يقول لي ما فيش حاجه، انت بتشك فيا ليه؟ هو انا غلطان اني بحكي لك؟ هو انا مش عارف ايه. المهم انا خدت رقم، لقيته بقى بيتصل بيها كتير، ماشي، بالإنسانة دي. فالمهم أنا خدت رقمها من وراه وكلمتها، طلع بنت عندها 20 سنة في الجامعة، صغيرة. فالمهم بقول لها يا حبيبتي انت تعرفيش ان هو متجوز ومعاه 3 أولاد وأنا حاليا حامل، فما ينفعش، ده راجل كبير يعتبر، يعني انت بصيتي له على ايه؟ قالت لي انا ما ده هو جرى معايا في الكلام مش عارف ايه، وانا كنت بكلمه دلوقتي والله انا عامله له حظر على كل حاجة ما بكلموش. فانا اتفقت معاها ان اي حاجه يكلمها او يعني يبعت لها حاجه على الواتس والكلام ده كله تبعتها لي بحيث ان انا ايه اقدر اواجهه. فالمهم لما هي جه في مره هو طبعا كل يوم يتصل بيها هي ما بتردش، جه خد رقم من البيت، رقم تاني يعني بتاع ابنه، وخلاه معاه في التليفون. طبعا انا فاهمه ليه، بس ما قلتلوش اي حاجه ولا قلت له ان انا كلمتها ولا اي حاجه. جت هي في يوم عملتي خطه بقى؟ انا ما عملتش خطه والله، كل ده ما انا عملتش كل اللي همي ان انا عايزه انت اعرفه. عملتي خطه ما تخرش الميه. لا انا طب عايزه وقولي لنا اعرفه. حصل ايه بعد كده؟ ماشي. انا عايزه اعرفه. انت عايزه دليل يعني؟ انا عايزه، اصلا لما بكلمه هو بيزعل مني، بياخد جنبه المرأة وممكن بقى. يقعد مخاصمني باليومين عشان انا بتكلم معاه يعني. ماشي، فقلتي بقى ايه تجيبي له دليل؟ حصل ايه بقى؟ فانا قلت اجيب له راح دليل. مكلمها بقى من نمره ابنه اللي هي راح مكلمه وبعت لها تسجيل. للاسف هي بعتت لي التسجيل والظاهر انها ما سمعتوش. اللي انا اكتشفته ان كان في مصايب كتير، والصدمه اللي انا كنت فيها وانا بسمع التسجيل كنت بقول ده مش جوزي اللي انا متجوزاه من 20 سنه. فيها مصايب يعني؟ قصدك ان كان في بينهم علاقه يعني؟ حصل، راح لها البيت وحصل علاقه وبعد كده هي قالت له انا قرفانه من نفسي ومش عارف ايه، وراحت عملوا له حظر ومش عايزه اكلمه. هو قعد بقى خلال الفتره 20 يوم كل يوم يتصل بيها ويحاول معاها، وهي طبعا مش عارف ايه، ويروح يقعد لها قدام البيت والكلام ده كله. يعني مش هو مثلا حصل علاقه وندم، ايوه لا، ده هو اللي بقى هي ندمت، وهو لا، هو اللي عايز بقى يهددها. يعني التسجيل اللي جالي ان هو بيهددها، انا هقول انا هبعت الشات لوالدك ووالدتك، انا مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا بصراحه لما سمعت يعني انا كنت في نفس اليوم ده مصالحاه وخلاص ومفيش حاجه، قلت هكبر دماغي. لما التسجيل جه وسمعته بصراحه كانك ذبحتيني، مش عارفه طبعا. كنت في حاله كده غريبه. طبعا عملتي ايه بقى؟ عملت ان انا رحت بصراحه ما فكرتش. انا قلت لنفسي انا بقالي 20 يوم او 15 يوم بنصحه وبتكلم معاه وهو مش قابل كلامي. رحت جايبه ناس من اهله، يعني واحد من اهله كبير وواحد من اهلي، ماشي، ورحت جايباهم. هو جه من الشغل لقيهم في نفس اليوم، طبعا انا ما قلتلوش، ماشي، ورحت حكي لهم كل اللي حصل، وكنت هسمعهم التسجيل. ان هم قالوا لي من غير ما نسمع التسجيل احنا فهمنا ايه اللي في التسجيل. تمام، ماشي، وقالوا لي هو غلطان والكلام ده كله ومش عارف ايه. هو بقى زعل ولما هدومه وساب البيت. تمام، ما هو مكسوف بقى.
طب ماشي، انا دلوقتي غلطت في حاجه؟ طب هو لما هدومه وساب البيت ومشي، وبعدين على اساس ايه وعمل يعني؟ لنا بقى حظر على كل حاجه، حتى على تليفونات العيال. عندي طفل عنده 6 سنين متعلق بيه جامد، كل ما شويه اتصل بيه. طبعا هو عامل حظر على كل التليفونات، مش عارف يوصل له. هو بقاله ماشي. قد ايه بقاله قد ايه سايب البيت؟ بقاله 5 ايام. ماشي. سيبيه الناس سيبيه بقى 5 الكبار كمان دول، 10 كمان. الناس الكبار اللي من العيله دول قالوا ما ايه؟ هم قالوا لي بقى ساعتها، قلت لهم هو ما قالهمش ان هو يلم الهدوم ولا هيمشي. ايوه، هو هم كان طلب كلامهم من معاه بنته. ايه بقى قبلها؟ هما كلامهم معاه يعني قريبه اللي هو يعتبر زي والده، خده على جنبه في حته يعني، ومشوا على جنبه واتكلم معاه والكلام ده كله. وقريبك انتي؟ وقريبه انا قال لي خلاص، انا كنت اصلا جايباهم على اساس اتطلق. ماشي، فهم لما جموا كده قالوا لي بصي هو اول غلطه ليه، واحنا كلنا بنغلط ومش عارف أيوة ايه. أيوة. وخلاص وسامحيه، وعشان خاطر انت معاكي 3 عيال، وانت دلوقتي معاكي في عيل جاي في السكه، فما ينفعش وما لهمش ذنب. هو بقى اللي زعل ومشي. هو بقى انا يعني مكسوره، وده رد فعل اللي انا عرفت اعمله، يعني اللي انا فكرت فيه ان لازم تمام. حد كبير. وما تعرفيش بقى حاجه عنه من ساعتها؟ ما اعرفش حاجه عنه، وقفلت له يعني، عامل لي حظر وعامل للعيال وكل حاجه. وطبعا عشان نوصله مش عارفين نوصله، اضطريت ان انا اكلم ناس قرايبه عشان يوصلوا له. كل ما يعرف ان انا كلمت حد وكده الموضوع يزيد اكتر. فانا مش عارفه اعمل ايه، يعني انا غلطت ولا ما غلطتش، ولا ده رد فعل طبيعي؟ هو خلاص يعني، هو عامه رد فعلك طبيعي، مش رد الفعل اللي انت هتؤاخذي عليه اصلا، اللهم الا قضيه التجسس وبتاع وحاجه زي كده. انا دي دائما ارفضها، يعني دائما ارفضها مهما كان الامر. لكن على اي حال انا بقول لك سيبيه 5 ايام كمان، وسيبيه 10 ولا تسالي عليه. هو هيرجع وهو صاغر، لان مش هيلاقي مكان الا بيته، ومش هيلاقي حضن الا حضن بيته، وحضن اولاده، وحضن زوجته حلاله. وهو دلوقتي رد فعله ده عشان هو غلطان ومكسوف من طبعا نفسه. غلطان ولابد ان ويتوب الى الله، ومكسوف الى الله عز وجل. هو غلطان في حقك وفي حقها كمان. طبعا ويتوب الى الله عز وجل. يعني وانا كمان بس عاوز اقول يعني هو اذاها وكمان بيهددها، يعني لا هو برضو مش كويس وانت بصراحه. سيبيه يعني سيبيه يتعذب كده، يقعد 5 ايام 10 ايام 15 يوم. ولاده ملزومين من اهله يجيبوا لك فلوس ويصرفوا عليكي. لكن هو انا بقول لك هيرجع وهو صاغر، هيرجع وراسه موجود في الارض كده. انت ساعتها خلاص تعرفي ان الراجل ده اتذل قدامي، خلاص بقى مذلول قدامي بسبب الفعل اللي هو عملها دي. بس المهم ان هو يتوب الى الله تبارك وتعالى وينتبه لبيته. هو بقى مش هي اللي اغوتني، لا ده هو اللي بدأ يلعب على البنت دي واستغل ان بنت صغيره وبتاع. طبعا هو ما فيش حاجه اسمها ده البنت اللي اغوتني، البنت صغيره وعنده 40 سنه، يعني هو ما بيفهمش، هو بيفهم طبعا. فانت سيبيه وما تقوليش انا غلطانه وبجري وراه. انت بتجري وراه هيتمادى في الامر ده. لا سيبيه 5 ايام. اصل ابنه اعتبريه مسافر شهر حتى. لا تعتبره مسافر، تعتبره مسافر. بس ما تحاوليش انت بقى تكلميه ولا تجري وراه خالص ولا تسالي عنه، لانه هو هيبدا يقول ايه هم اللي عاوزيني، طب هم مش عارف ايه، فيرجع ورافع راسه كده وكأن شيء يعني بعد كل اللي هو عمله ده. طبعا لكن هو يجي بقى بعد وقت ما يجي تجيبي اهله، انت ما تقعديش ولا تتكلمي. اهله بقى هم يمسكوه بقى يعاقبوه، يقولوا اتق الله، اللي انت عملته ده غلط، اللي انت عملته ده حرام، الست دي انت غلطت في حقها، غلطت في حق نفسك، وغلطت في حق الله، وغلطت في حق البنت. يبداوا الدنيا كلها يحطوها فوق دماغه كده لغايه لما يعترف يقول انا غلطان. اول ما يقول انا غلطان خلاص سامحي وما تهدميش بيتك وانت معاكي 3 وانت بتقولي انت حامل، ربنا يكرمك يا رب، بس كفايه كده يعني. وكملي حياتك وخدي بالك من زوجك. شوفي هو كان باصص في ايه، كان ليه، عشان ايه التغيير، وابدأي غيري من نفسك وربنا يصلح الحال يا رب. وربنا يهديه ويتوب عليه.